السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن موضوع مهم جدا بيهمنا جدا، وهو راحة بالنا. راحة بالك أهم من أي حاجة. خليني أقولك حاجة، أنت في مرحلة معينة من حياتك هتوصل لقناعة واحدة بس. القناعة دي هتغير نظرتك لكل حاجة، وهي إن راحة بالك أهم من أي شخص ومن أي حلم، وأهم من أي حاجة في الدنيا دي كلها. ده مش لأنك أناني ولا ضعيف، ولكن لأنك تعبت من كتر الشد ومن كتر التفكير، تعبت من كتر المحاولات إنك ترضي الكل على حساب نفسك، ومن كتر إنك دايما آخر واحد تفكر فيه هو نفسك. إحنا تربينا للأسف على فكرة إن التعب بطولة، وإن اللي يستحمل أكتر هو الأقوى، وإن اللي يسكت هو اللي بيكسب. لكن محدش قال لنا إن الاستحمال الزيادة بيكسر، وإن السكوت الطويل بيحول وجعك لغضب، وإن القوة الحقيقية إنك تحافظ على نفسك قبل ما تضيع. راحة بالك مش معناها إن حياتك تبقى مثالية، ولا إن المشاكل اللي عندك تختفي، لكنها إن المشاكل ما تبقاش ساكنة جواك 24 ساعة. في فرق كبير بين مشكلة بتحصل ومشكلة بتعيش معاك 24 ساعة في دماغك وقلبك. في ناس بتاكل وتشرب وتضحك بس جواها حرب ما بتهداش، وفي ناس حياتها بسيطة جدا بس قلبها مرتاح. الفرق بينهم هو راحة البال. راحة بالك لما تبطل تشرح نفسك للناس اللي مش ناوية تفهمك. هتحصل على راحة بالك لما تبطل تبرر اختياراتك للآخرين، لما تعرف إن مش كل الناس لازم توافق عليك، ومش كل الناس لازم تحبك. أصعب حاجة ممكن تعملها في حياتك إنك تحاول تكون نسخة ترضي الجميع، لأنك في الآخر هتخسر نفسك، ونفسك دي أهم حد. راحة بالك لما تدرك إن مش كل اللي بيقرب منك يستاهل يكمل معاك. في ناس وجودها في حياتك مرحلة مش عمر كامل، وفي ناس ربنا بيبعدهم عنك مش عقاب ليك لكن رحمة بيك. كم مرة زعلت عشان محدش قدرك، أو اديت زيادة عن طاقتك؟ كم مرة قلت معلش وانت موجوع، وبتيجي في آخر اليوم بتحس إنك مستنزف ومش فاهم ليه؟ ده علشان ببساطة انت كنت بتدي من غير ما تاخد، وكنت بتستحمل من غير ما حد يحس، وبتسكت من غير ما حد يسأل عنك أو يسألك ليه. راحة بالك هتبدأ أول ما تفهم إنك مش مسؤول عن سعادة كل الناس، ولا مسؤول عن إصلاح كل حاجة، ولا إنك مسؤول عن إنك تفضل قوي طول الوقت. أنت إنسان، من حقك تتعب ومن حقك ترتاح. راحة بالك في إنك تقبل إن في حاجات مش هتتغير، وفي ناس مش هتتبدل، وفي أحلام لازم تموت جواك عشان أحلام تانية تعيش. واعرف إن مش كل حلم يستاهل التضحية بنفسك عشانه، ومش كل طريق لازم هتكمله علشان بدأت فيه. أحيانا التراجع بيكون حكمة، والانسحاب في بعض الأوقات بيكون شجاعة، والنهاية بداية لحاجة أجمل. هتوصل لراحة بالك لما تبطل تعيش في الماضي، لأن الندم مش هيغير اللي حصل، وجلدك لذاتك مش هيصلح الغلط. انت عملت اللي قدرت عليه وقتها بالعقل اللي كان عندك وبالقلب اللي انت كنت شايله. سامح نفسك دايما، مش عشان الغلط كان سهل، لكن عشان استمرار العقاب
صعب. راحة بالك هتحصل عليها لما تبطل تقلق من المستقبل زيادة عن اللزوم. الخوف من بكرة مش هيمنع اللي جاي، بس هيمنعك تعيش النهاردة. ربنا ما خلقناش عشان نعيش مرعوبين، خلقنا عشان نطمن. ما تنساش قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني سيبها على الله، اعمل اللي عليك وسيبها على الله. راحة بالك في القرب من ربنا، مش القرب اللي هو كلام، لكن القرب اللي يحسسك انك مش لوحدك. لما تحس ان في حد شايف تعبك، فاهم صمتك، حاسس بدموعك اللي ما نزلتش، ساعتها قلبك هيهدى ويطمن. حتى لو الدنيا ما اتغيرتش، انت اللي بتتغير. هتوصل لراحة بالك لما تختار البساطة، وتبطل تجري ورا كل حاجة، وتبطل تقارن حياتك بحياة غيرك. وخليك عارف ان السوشيال ميديا اظهرت ليك حياة مزيفة، لحظات مختارة ومشاعر متفلترة، وانت قاعد بتقارن ده بتعبك الحقيقي. اعرف ان اللي عندك ممكن يكون حلم لغيرك، بس انت مش شايفه من كتر الضغط. لان راحة بالك هتوصلك في الامتنان، انك تبص للي في ايدك مش اللي ناقصك بس. راحة بالك تحصل عليها لما تقول كفاية كده، كفاية ضغط، كفاية علاقات مرهقة، كفاية محاولة إثبات نفسك. اللي هيشوف قيمتك هيشوفها، واللي مش شايفها مش محتاج تضيع عمرك علشانه. وبعد مدة من الزمن هتعرف إن أكتر حاجة كانت ناقصاك مش فلوس أكتر ولا نجاح أكثر، اللي كان ناقصك هو راحة البال. اختار الهدوء واختار السلام، اختار اللي يقربك من نفسك مش اللي يضيعك. الدنيا بتيجي وبتروح، والناس بتمشي وبتيجي وبتتغير، بس انت لازم تفضل واقف من غير ما تكون مكسور من جواك. راحة بالك مش أهم حاجة في حياتك وبس، دي أساس كل حاجة حلوة بعدها. اختار راحة بالك حتى لو الناس قالت إنك اتغيرت. يمكن انت ما اتغيرتش، بس بقيت تحب نفسك أكتر. حب الهدوء بدل الضجيج، واختار نفسك. وافتكر دايما الدنيا مش مستاهلة قلبك يتعب ولا روحك تتكسر ولا تعيش عمر مش شبهك. وبلاش تستعجل، مش لازم كل حاجة تحصل دلوقتي، مش لازم توصل بسرعة. الأهم إنك توصل وإنت سليم من جواك. ياما ناس وصلت بدري بس تعبت بدري، وفي ناس اتأخرت بس وصلت بقلب هادي. رزقنا الله وإياكم راحة البال. وفي النهاية، لو الفيديو عجبك ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.